أرواحو نديرو المسكوتشو مع بعض. جيبوا لي 4 حبات تاع البيض يكونوا صغار، إذا كان البيض تاعكم كبير ديروا 3 يكفوا، زيدوا معاهم رشة نتاع الملح و200 غرام تاع سكر كريستاليزي ما يعادل كاس ناقص أصبع. نروح نطلعهم مليح بالباطور، ومن جهة واحدة أخرى نجي نخلط النواشف اللي هما 350 غرام فرينة، ملعقة صغيرة نتاع لافاني، كيس خميرة كيميائية، وملعقة صغيرة نتاع البيكربونات ما يعادل 10 غرامات. دوكا نروحو نخلطوا السوائل اللي هما 170 غرام حليب، 170 غرام زيت، وعلبة ياغورت أي ذوق كان عندكم ما يهمش، نخلطوهم مليح مع بعض. دوكا بعد ما طلع لي هذاك البيض والسكر مليح، نجي نحط عليه شويه سوائل شويه نواشف، شويه سوائل شويه نواشف، حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي، ولازم نختمها بالنواشف ماشي السوائل. انا لهنا خلاص راني كملت كامل الكميه اللي عندي، نخليها تتخلط مليح حوالي دقيقه هكذاك، وتكون العجينه تاع المسكوتشو واجده. دوكا نجيب المول تاع المسكوتشو ندهنو مليح مليح بالمارغرين، وبلا ما نديرو الفرينه في المول تاعنا. دوكا انا فرغت 3/4 كميه العجين اللي عندي، وخليت ربع واحد، زدت عليه 2 ملاعق كبار تاع الكاكاو اللي يكون مغربل، وزدت عليه ثاني 2 ملاعق كبار تاع الحليب، خلطتهم مليح وحطيتهم هكذا بهذه الطريقه الموضحه في الفيديو. دوكا ندخل المسكوتشو تاعي يطيب لمده 45 دقيقه على نار تكون قليله غير من التحت. كي تشوفوا هذيك الحموريه طلعت لكم للفوق، لثم شعلوا لها النار من الفوق وخلوها تزيد تتحمر مده 5 دقائق، وهكذا المسكوتشو تاعكم تكون واجده.